في قديم الزمان كان هناك ملك عظيم مؤيد من الله، هو ذو القرنين، ملك طاف الأرض شرقا وغربا، يرسل نور العدل أينما حل. وفي إحدى رحلاته المدهشة وصل ذو القرنين إلى مضيق جبلي مهيب بين جبلين شاهقين كالوتدين، وهناك التقى بقوم بائسين لا يكادون يفسحون عن حاجتهم بوضوح، لكن الخوف كان يرسم على وجوههم قصة كاملة من العذاب. لقد كانوا يعيشون في رعب دائم من جارين مهلكين، يأجوج ومأجوج، قوم جبلوا على الفساد، يخرجون عليهم بين الفينة والأخرى، يزرعون الخراب ويهلكون الزرع والنسل. كانوا قوة عائلة لا قبل لأحد بها. تضرع هؤلاء القوم إلى ذي القرنين، هذا الملك الذي رأوا فيه الأمل والقوة، وقالوا له بقلب موجوع: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل لنا أن نجمع لك مالا، أي خرجا، لتقيم بيننا وبينهم سدا يحمينا؟